هاي، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب. القصه اللي جبت لكم اليوم هزت الراي العام بدوله اليمن، واللي ارتكب الجريمه كان غير متوقع. قبل ما نبداو جيبوا شي حاجه تاكلوها واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا نبداو في القصه على طول. كتبدا القصه ديالنا في 15 اغسطس عام 2009 بمنطقه العيون بمحافظه الجهراء. كان واحد العرس نسائي، حيتاش كانت العادة المحلية ديالهم أن النساء كيعملوا العرس في خيمة والرجال كيعملوا العرس في خيمة. الرجل كان في خيمة الرجال، والنساء والأطفال كانوا في الخيمة في انتظار العروس اللي كانت عاد ما جا في الطريق، حيث غادي يبدا كل شيء. 50 طفل وامرأة غادي يفقدوا الحياة ديالهم، و59 الناس غادي يتصابوا بجروح خطيرة. تخيلوا. وهنا بعد ما نقلوا لعدد كبير للمستشفيات، الشرطة تعاملت مع البلاغ كأنه تيار كهربائي ضرب ولا شي ماسة وقعات. المهم الشرطة ما قالوش يعني هذا يقدر يكون بفعل فاعل، حتى غادي تجي واحد البلاغ اللي غادي يقلب كل شي رأس على عقب. غادي يجي واحد الراجل باش يعطي الافاده ديالو. قال انا في ديك الليله شفت واحد المراه كانت لابسه النقاب كتقترب من الخيمه، كبات واحد السائل اللي كان في قنينه وشالت العافيه ومشات بحال دغيا. هنا الشرطه قالوا له الا كنتي كتكذب راه حتى انت غادي تمشي فيها. قال لهم لا انا ما كنكذبش، ومشيو تاكدوا. مشاو الشرطه باش يتاكدوا بالفعل غادي يجبروا واحد القنينه، وهنا غادي يديوها للتحاليل، والتحاليل اكدت 100% بان هذه القنينه كان فيها البنزين. وهنا ما غاديش تبقى قضيه ديال ان التيار الكهربائي ضرب، غادي ترجع قضيه ديال فعل فاعل. وهنا الشرطه خصهم غير يتاكدوا شكون اللي غادي يرتكب هذا. وهنا المحققين باش يتاكدوا مشاو نصبوا خيمه في الصحراء وكبوا عليها البنزين وشالوا العافيه، والوقت باش تحرقت الخيمه كامله كان 20 ثانيه بالضبط. وهنا هذا الشيء كيفسر حجم الواقعه. وهنا الشبهات كامله غادي تمشي بين الزوجه الاولى اللي كانت معصبه حيت الراجل قرر فجاه انه يزوج بالمراه الثانيه. مشاو كيسقسيو الخواتات ديال الراجل واكدوا بالفعل بان المراه الاولى جات وهدداتهم وقالت لهم هذا العرس الا كمل ها انا ها نتوما، هذا العرس والله ما غيكمل. هدداتهم بالمعنى الصريح. شكون هي الزوجه الاولى؟ اجوا نتعرفوا على الزوجه الاولى. الزوجه الاولى كان الاسم ديالها ناصره العنزري، من مواليد عام 1986، ام لطفل واحد. وقت الواقعه كان في العمر ديالها 23 عام. واحد حاجه غريبه بزاف ان من بعد وقوع الواقعه ناصره غادي تمشي لمركز الشرطه وغادي تسجل بلاغ ضد الزوج ديالها وخواتاتو بانهم كيتعرضوا لها، كيهددوها انهم غادي يقتلوها، انهم غادي يديو لها الطفل ديالها يخلوها بدون طفل. ولكن الضابط ما اقتنعش ابدا لعدم وجود الادله الكافيه، وما اقتنعش اصلا بالهضره اللي قالت، فمن ثم تشد المحضر. وهنا غادي يستدعوها الشرطه للمره الثانيه، غادي يخبروها بالواقعه وغادي يزيروا عليها مزيان، وغادي ينتهي بها الامر مع تعرفه. ولكن الاعتراف ديالها كان كانه شخص واعي وعارف شنو غادي يمشي يعمل. قالت بانها خرجت من المنزل ديال الاسره ديالها بعد ما قالت لهم انها غادي تمشي حقا، غادي تشري شي حوايج وغادي تجي. خرجت شبرات تاكسي، مشات لمحطه البنزين، جابت واحد القنينه عمراتها بالبنزين، ركبت ديك التاكسي وقالت له ديني لمنطقه العيون فين كاين العرس بالضبط. مشات وكبت ديك البنزين وجابت واحد العاود الكبريت وشالت العافيه ومشات بحالها. غادي يعيطوا للتاكسي وغادي يستفسروه، وبالفعل داكشي اللي وقع بالضبط. وهنا غادي تبدل الاقوال ديالها. احقا انا ما كانش الغرض ديالي انني ما داكشي، كان الغرض ديالي غير نخرب حفل الزفاف، وما كانش الغرض ديالي نقتل ديك الناس كاملين. شنو؟ بلاتي. وهنا الشرطه غادي يلاحظوا ان الهضره اللي قالتها اصلا ماشي منطقيه، حيت هاد القصه اللي قالت في الاول يعني انها عارفه شنو ما شاتها من البنزين اللي شرات واللي كبات وحده الخيمه والعاود اللي شالات، يعني هادشي كامل ما كانش الهدف ديالها تقتل ديك الناس اللي داخل الخيمه. وهنا الدفاع غادي يقولوا بان الزوج ديالها كان زوج ضعيف الشخصيه، ما عنده شخصيه، ما عنده كلام، وكان ديما كيعتدي عليها بالضرب بالعنف، وما عنده كلام حدا خواتاتو غادي يطردوها من المنزل العائله هي والطفل ديالها، وغادي يرتبوا له الزوج للمره الثانيه باش يدمروا الحياه ديالها. وهنا بعد ما كانوا معاها في التحقيق غادي تعرف المحققين بان الناس اللي ماتوا في ديك الخيمه الضمن ديالهم كانوا ناس من العائله ديالها. وهنا غادي تقول واحد الجمله اللي تقالت في اغسطس في عام 2009.
قالت انا مجرمه وكنستحق الموت. هاد الجمله غادي تقلب كلشي راسا على عقب. المحاكمه ديالها غادي تبدا في اكتوبر عام 2009، والقاضي اللي كان شابر التهمه ديالها كان سميتو عادل الصقر، وبتهمه القتل العمد. غادي توقف المحكمه الشاحبه البشره ما قدرش حتى توقف، شابرينها جوج ديال الحارسه السجن هما اللي شابرينها باش تقدر توقف. هنا غادي يسقسيوها لاول مره امام المحكمه، وهنا غادي تكون الصدمه. ديك القصه اللي قالت لهم كامله غادي تنكرها. قالت لهم انا كنت تحت التهديد باش انني نهضر ولا انهم غادي ينهيو الحياه ديالي، وانا ما ارتكبتش هاد الجريمه كامله. يعني ما كانوا تما كاميرات فايني تنقولوا انهم مشيو لها جور كاميرات المراقبه ما كانوش. وهنا غادي تقول واحد القصه اللي كانت اكثر غرابه. حقا انها كانت حامله ملي دخلت للسجن، وبعد اسابيع غادي تطيح الجنين ديالها في نوفمبر ديال عام 2009. غادي تساهم الحارسه اللي كانت في السجن حقا انها كانت المعرفه بالزوج ديالها، وعطاها الحبوب اللي كيسقطوا الجنين، ودخلتهم نطاتهم في كاس في عصير في اي حاجه، وباش طاح لها الجنين. وهنا النيابه الدفاع قرروا انهم يعملوا له واحد الجلسه نفسيه باش يتاكدوش الا كان عندها اضطراب قال في الطفوله ديالها ولا شي حاجه. القاضي غادي يوافق، وغادي يوافق ايضا باش يستدعيو الزوج ديالها والخادمه الاسيويه والخادمه اللي كانت عندهم في الدار. وهنا غادي تكون الصدمه، بجوج بهم غادي ياكدوا بانها بالفعل ديك النهار خرجت من الدار وانها هي السبب باش تحرقت ديك الخيمه. وهنا بعد ما شافت بان كلشي تقلب عليها غادي تقول لهم واحد القصه اللي كانت اكثر غرابه. قالت لهم حقا بان ديك الماء اللي رشات ما كانش بنزين، كان ماء في طقوس معموله في السحل الاسود، وهي ما رشتش البنزين. هذه انا ما تقنعتش بها. هنا بعد 6 اشهر هي طالعه هابطه في المحكمه، غادي يخرج القرار النهائي انه غادي يتم الاعدام ديالها ب 57 تهمه. هنا غادي تقرر انها تعمل استئناف، ولكن بالتهم اللي عندها غادي ترفض ديك الاستئناف. وهنا غادي تبقى في السجن لمده 7 سنوات، ما بين انهم باش ينفذوا الحكم على ارض الواقع وتصديقه. 25 يناير عام 2017 غادي تنفذ الحكم. وتخيلوا ما بين 7 جنسيات مختلفه كانت بوحدها هي المراه اللي من الكويت. وهنا غادي تاخذ لقب ديال اول امراه كويتيه غادي يتم الاعدام ديالها. بلاتي باقي ما سالنا الفيديو، والعبره من هاد القصه كامله بلاتي الخيانه واحد الحاجه اللي ما كيتغفرش عليها وما كيتسمحلاش، حيت داك البيرسونال فكر انه يكون مع شخص اخر من غيرك. ولكن اي حاجه خصنا نعملوها خصنا نفكروا ب1000 مره ومره، خصنا نفكروا بالمستقبل. ها هي نصرة دمرت الحياه ديالها، خسرت الحريه ديالها، وخسرت الطفل ديالها، بس واحد الغلطه اللي ندمت عليها العمر كامل. هذيك اللي ماتت راه دات الوحده ديالها، هي اللي تعذبات وخسرات ومشات بالاعدام، ما بنات مستقبل، ما بنات حياتها. كان بامكانها تفكر لاجل الطفل ديالها وتقاتل وتبدا من جديد، واخا هي غادي تجيها صعيبه ولكن ستحاول. هي جات داك الطفل ديالها، وداك الطفل غادي يكبر لا ام لا حتى حاجه، والام ديالو غادي تكون بواحد الماضي اللي خايب. بغيت نقول لكم قبل ما تعملوا اي حاجه فكروا مزيان، فكروا 1000 مره في المستقبل في اي حاجه. وانا هي كنتمنى تكون عجبتكم القصه. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ونتلاقاو في فيديو المجيد في القصه اللي مجا، وباي باي.